واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. في زمن بعيد عندما كانت الأرض تعج بالناس والقرى والمدن، انتشر فساد في كل مكان. عبد الناس الأصنام ونسوا خالقهم، وأصبح الظلم والكفر أمرا عاديا بين البشر. ولكن وسط ذلك الظلام وقف رجل واحد يدعو إلى الحق. رجل لم يدعو قومه يوما أو شهرا أو سنة، بل دعاهم قرونا طويلة. كان يطرق أبوابهم نهارا وينصحهم ليلا، ويتحمل السخرية والإهانة عاما بعد عام. لكن كلما دعاهم إلى الله ازدادوا عنادا، وكلما حذرهم من عذاب قادم ضحكوا منه أكثر. لم يكونوا يعلمون أن الأيام تخفي سرا مرعبا، وأن السماء التي يرونها هادئة كل يوم ستتحول يوما إلى مصدر كارثة لم يشهد العالم مثلها من قبل. كارثة ستغرق الجبال والسهول، وستمحو حضارة كاملة من على وجه الأرض. إنها قصة نوح عليه السلام، الرجل الذي بنى سفينة في قلب الصحراء وضحك الجميع منه. لكن حين بدأت أول قطرة من المطر تمنى الجميع لو أنهم استمعوا له. الجزء الأول: الرجل الذي لم ييأس أبدا. في زمن بعيد جدا، بعد أن كثر الناس على وجه الأرض، بدأ الشيطان يضلهم شيئا فشيئا. فبعد أن كان الناس يعبدون الله وحده، انتشرت بينهم الأصنام، وأصبح كثير من الناس يسجدون للحجارة والأوثان. ومع مرور الوقت غرق القوم في الضلال، حتى لم يبقى منهم إلا قليل يعرف الحق. عندها اختار الله رجلا صالحا من بينهم، إنه نوح عليه السلام. جاءه أمر الله أن يحذر قومه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. فوقف نوح بين الناس وقال: يا قوم، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. لكن المفاجأة كانت صادمة، فبدل أن يستمعوا إليه بدأوا يسخرون منه. كان يدعوهم نهارا فيهربون منه، ويدعوهم ليلا فيغلقون آذانهم. وكلما نصحهم ازدادوا تكبرا وعنادا. مرت سنة، ثم 10 سنين، ثم 100 سنة، ونوح ما زال يدعو قومه إلى الله. لكن المؤمنين كانوا قلة قليلة جدا. أما أكثر الناس فكانوا يضحكون ويقولون: أنت مجرد رجل مثلنا. وبعد قرون من الصبر والدعوة أدرك نوح أن قومه لن يؤمنوا، فرفع يده إلى السماء ودعا دعاء سيغير مصير العالم كله. وهنا تبدأ الأحداث المرعبة. فماذا طلب نوح من ربه؟ وكيف جاء الرد؟ ذلك ما سنعرفه في الجزء الثاني. في الجزء السابق رأينا كيف أمضى نوح عليه السلام مئات السنين يدعو قومه إلى الله، وكيف رفع يديه إلى السماء بعد أن أعرضوا عن الحق ولم يتأخر الجواب. فقد أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن من قبل. كان ذلك خبرا مؤلما، لكنه كان أيضا بداية المرحلة الأخيرة. ثم جاء الأمر الغريب: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. سفينة؟ أين؟ في أرض لا بحر فيها ولا نهر عظيم قربها. لكن نوح لم يسأل ولم يتردد. بدأ يقطع الأخشاب ويجمع المواد ويبني سفينة ضخمة أمام أعين الناس. وكلما مر عليه الملأ من قومه انفجروا ضاحكين. قالوا بسخرية: يا نوح، أصبحت نجارا بعد أن كنت نبيا؟ وقال آخرون: أين البحر الذي ستبحر فيه هذه السفينة؟ وكانوا يضحكون حتى تدمع أعينهم. أما نوح فكان ينظر إليهم بهدوء ويقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ومرت الأيام واكتملت السفينة. وفي ذات يوم، وبينما كان الناس يعيشون حياتهم كالعادة، ظهرت العلامة التي وعد الله بها نوحا، علامة غريبة لم يفهمها أحد من قومه. لكن نوح علم فورا أن اللحظة المنتظرة قد حانت. فما هي هذه العلامة؟ ومتى سيبدأ الطوفان العظيم؟ ذلك ما سنعرفه في الجزء الثالث. الجزء الثالث: بداية النهاية. في الجزء السابق اكتملت السفينة التي سخر منها الجميع، وظهرت العلامة التي أخبر الله بها نوحا. وكانت تلك العلامة عجيبة جدا: فار التنور، وهو مكان كان يستعمل للخبز. فجأة بدأ الماء ينبع منه بقوة. عندها علم نوح عليه السلام أن وعد الله قد حان، فأمر المؤمنين أن يصعدوا إلى السفينة. ثم أمره الله أن يحمل فيها من كل نوع من الحيوانات زوجين. وبينما كان الناس ينظرون بدهشة، بدأت الحيوانات تأتي من كل مكان: طيور، وحوش، وأنعام، كأن قوة خفية تقودها نحو السفينة. أما الكافرون فكانوا يزالون يسخرون.
ويقولون لن يحدث شيء، هذا مجرد وهم. أين العذاب التي تخوفنا منه؟ وفجأة تغير كل شيء، اسودت السماء وتكاثفت السحب، وبدأ المطر يهطل بشدة لم يرى الناس مثلها قط. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في السماء بل في الأرض، فقد بدأ الماء ينفجر من كل مكان، من الوديان ومن الصخور ومن باطن الأرض نفسها. وفي لحظات تحول الخوف إلى رعب، وأدرك الناس أن نوحا كان يقول الحق طوال هذه السنين، لكن بعد فوات الأوان. وبينما كان المؤمنون يصعدون إلى السفينة، كان نوح يبحث بنظره عن شخص مهم جدا له، إنه ابنه. فأين كان ابن نوح؟ وهل سيصعد إلى السفينة قبل أن يبدأ الطوفان المرعب؟ ذلك ما سنعرفه في الجزء الرابع. في الجزء السابق بدأ الطوفان العظيم وارتفع الماء من الأرض إلى السماء، وصعد المؤمنون إلى السفينة، لكن نوح عليه السلام كان ما يزال يبحث عن شخص واحد، إنه ابنه. وبينما كانت الأمواج ترتفع شيئا فشيئا، رآه من بعيد واقفا بين الناس، فناداه بقلب الأب المشفق: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كان هذا آخر نداء وآخر فرصة، لكن الابن نظر إلى الجبال الشاهقة وقال بثقة: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ظن أن الجبل أقوى من قدرة الله، فقال نوح والدموع تملأ قلبه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقبل أن يكمل كلامه ارتفع موج هائل كالجبل، وفي لحظة واحدة اختفى الابن بين الأمواج، وكان من المغرقين. أبو يرى ابنه يغرق أمام عينيه ولا يستطيع إنقاذه. كان موقفا يشق القلوب. أما الطوفان فكان يزداد شدة كل لحظة، غرقت البيوت ثم القرى ثم المدن، وارتفع الماء حتى غطى الأرض كلها. وبينما كان العالم يغرق، كانت السفينة تشق الأمواج العاتية بحفظ الله ورعايته. وفوق تلك الأمواج العاتية كانت السفينة تسير بأمر الله، لا أرض ترى ولا مدينة بقيت ولا صوت يسمع إلا صوت الريح والماء. مرت أيام ثم أسابيع، والمؤمنون في السفينة ينتظرون فرج الله. وفي لحظة كانت منتظرة من الجميع جاء أمر الله: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فتوقف المطر، وبدأت المياه تنخفض شيئا فشيئا، وعاد الهدوء بعد ذلك الطوفان المرعب. بعد مدة استقرت السفينة على جبل الجودي. كانت تلك أول مرة يرى فيها الركاب الأرض من جديد، ولكن نوحا أراد أن يتأكد من أن المياه قد انحسرت، فأرسل طائرا ليتفقد الأرض، وكان ينتظر الخبر الذي سيعلن بداية حياة جديدة. وبعد أن أذن الله لهم بالنزول فتح باب السفينة، وخرج المؤمنون إلى أرض مختلفة تماما عما تركوها، كأن العالم ولد من جديد. لكن كان هناك سؤال ما زال يدور في قلب نوح، سؤال عن ابنه الذي غرق في الطوفان. وهنا سيقع حوار مؤثر بين نوح وربه يحمل درسا عظيما للبشرية كلها، وهذا ما سنعرفه في الجزء الأخير. تذكر نوح ابنه الذي فقده، فرفع دعاءه إلى الله ويرجو الرحمة له، فجاءه الجواب الذي سيبقى درسا للبشرية كلها: إن النجاة ليست بالنسب ولا بالمال ولا بالمكان، إنما بالإيمان والعمل الصالح. وعندها فهم نوح حكمة الله ورضي بقضائه، وبدأ المؤمن حياة جديدة على الأرض بعد أن زال الظلم والفساد الذي ملأها. وبقيت قصة نوح عليه السلام شاهدة على أن الصبر على الحق لا يضيع، فقد دعا قومه قرونا طويلة وتحمل السخرية والأذى ولم ييأس أبدا. وعندما جاء وعد الله كان النجاة للمؤمنين، وكانت العاقبة للمتقين. فليس كل تأخير حرمانا، وليس كل صمت من الله إهمالا، فإن جاء أمر الله جاء بطريقة لا يتوقعها أحد. تلك كانت قصة نوح عليه السلام، قصة الصبر والثقة بالله والنجاة بعد أشد الابتلاء.